السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليني أحكي لكم قصة غريبة شوية ولها مغزى وهتسمعوني. لو عجبتك القصة وحسيت إن انتي شبه اللي أنا هقوله ده بالظبط، سيبيلي كومنت حلو ودعوة حلوة من قلبك واعملي مشاركة للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. كان في ولد ماشي في أمان الله، لقى كلب فضل يلعب معاه فترة كبيرة جدا. الكلب ده كان شكله غلبان وفضل يطبطب عليه ويلعب معاه شوية كتار، وفجأة وبدون أي مقدمات الكلب ده راح عضه وطلع يجري. ففجأة الولد ده بدل ما يروح على المستشفى وياخد مصل لعضة الكلب ويضمد الجرح، لأ، وقف فاضل في ذهول، واقف في ذهول مش قادر يستوعب ايه اللي الكلب عمله، بالرغم ان كانوا بيلعبوا سوا وبيطبطب عليه والكلب ده كان شكله غلبان خالص. فضل في ذهول زي المشلول من سلوك الكلب اللي حصل من رد فعل الكلب للشخص ده. وقف يقول انا كان مقصدي خير، ليه الكلب عمل فيا كده؟ الولد كان في ذهول تام. وقف يقول انا كنت بحبه جدا جدا، لدرجة ان هو جري يدور على الكلب زي المجنون، مش مصدق اللي حصل له من الكلب، لدرجة ان قاعد يسأل نفسه ما يمكن ده سوء تفاهم من الكلب ليا، انا لازم اشوف الكلب واعرف ايه اللي حصل. كل ده بيدور في عقل الولد، واقف متنح ومشلول بالظبط من اللي حصل. اللي حصل مع الولد ده بقى اللي انا بحكيه مغزى القصة، بيحصل معانا كلنا. القصة دي دايما بتحصل مع كل واحد فينا، دايما عايزين القصة تتقفل زي ما احنا عايزين بالشكل اللي احنا عايزينه، دايما عايزين القصة اللي هتحصل لنا تتقفل بقفلة سعيدة احنا بنتمناها. زي مثلا اللي اترفد من شغله وهو كان عامل اللي عليه، زي مثلا اللي صدق في صاحب عمره وبعد كده غدر بيه، زي مثلا اللي جت كان بتحب حد قوي وفجأة تبت قوي على اللي بتحب حد قوي حب حياتها، وفجأة اتخانت من اكتر حد بتحبه. زي اللي ابوه بيأذيه وهو مش فاهم اصلا بيتأذي ليه وهو عايز الحنية منه. زي اللي عايش في حياته اصلا مش مرتاح في نقطة هو عايز يرتاح، بس الحياة مش عادلة. للأسف الحياة مش كاملة ومش بتدينا اللي احنا عايزينه، وما بتمشيش على مزاجنا على طول في كل المواقف اللي احنا عايشينها. يعني الصورة مش كاملة ولازم كلنا نتقبل كده ونحمد ربنا. يعني اللي جوزها كويس معاها أمها هتلاقيها ميتة وناقصها الحنان، اللي حماتها كويسة معاها هتلاقي حاجة تانية ناقصاها، اللي ولادها كويسين هتلاقي عندها نقطة تانية وجعاها. كلنا واخدين حقنا 24 قيراط ولازم نرضى بالوضع اللي احنا فيه. خلاصة الموضوع ما تخليش أي صدمة توقفك في حياتك، كلها من عند الله نعم ولازم نحمد ربنا عليها. لازم تعرف إن ربنا مديك حقك 24 قيراط ولازم نحمده حمدا طيبا مباركا. لازم أقول ليه الناس ما بتتقبلش أي صدمة هي بتجيلها. أنا عارفة إن الموضوع صعب، بس ده كان ملخص حياتنا بالقصة اللي أنا حكيتها مع الولد والكلب. عشان كده في ناس ما بتعرفش تكمل حياتها بعد أي صدمة. لأ، أي صدمة هتحصل لك لازم تكمل حياتك، لازم تعرف ده حصل لك ليه والمغزى ليه من ده. مين فينا بيحصل له زي الولد ما حصل له مع الكلب ده؟ لو حصل لك موقف أو صدمة في حياتك احكوهولي، قوليهولي، وادعيلي دعوة حلوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.